السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد. هنعمل النهارده مع بعض الشريك في البيت احلى من شريك الافران بانجح طريقه وبعجينه قطنيه جدا، ومكوناته كلها سهله وموجوده في البيت. كوبايه من اللبن او الحليب الدافي زي ما احنا شايفين كده. هنجيب بوله كبيره ونحط فيها نص كوبايه من اللبن الدافي، هننزل عليهم بنص كوبايه من السكر ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، ونبتدي نقلبهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هننزل بظرفين من الفانيليا البودر ومعلقه من الخل. الفانيليا عايزه اقولك بتدي ريحه حلوه قوي للعجينه. وبعد كده هننزل بنص كوبايه من الزيت، ونبتدي نقلب كل المواد السائله دي مع بعض زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هنحط نص معلقه صغيره من الملح، وهنحط عندنا هنا بياض بيضه، وناخد الصفار علشان ندهن بيه الوش بتاع الشريك بتاعنا بعد ما نخلصه ان شاء الله. ونبتدي نقلب زي ما احنا شايفين كده، وهنشوف بعد كده المكونات كلها بتتجانس، ويبتدي الخميره تعمل فقاعات معانا عشان نضمن ان الخميره تكون مضمونه. بعد كده هنجيب نص كيلو من الدقيق زي ما احنا شايفين، وننزل بيه على المواد السائله، ونبتدي نعجنهم مع بعض زي ما احنا شايفين لحد ما تلم العجينه معانا، ونبتدي نشوف هنحتاج ميه تاني ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي نلم العجين او الدقيق معانا، وبعد كده هنبتدي نضيف ميه بالتدريج. انا هنا احتجت بالظبط نص كوبايه من الميه، ولحد ما العجينه لمت معايا وبدات اعجنها لحد ما طلعت معايا بالشكل دوت. اخدت معايا 10 دقايق بالظبط، قعدت اعجنها 10 دقايق. طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عجينه طريه ملساء وتكون بتلزق خفيف في ايدينا. وزي ما قلت لك اخدت مني نص كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الميه الدافيه. بعد كده غطيتها وسبتها حوالي نص ساعه، وهبتدي بقى اخدها واقطعها علشان نشكلها على شكل الشريك زي ما احنا شفنا في اول الفيديو. هبتدي اقطعها قطع صغيره، كل قطعه في حدود 75 جرام، او لو ما عندكيش ميزان هتطلع معاكي قد البرتقانه كده، وهتعمل معاكي العجينه 14 قطعه من الشريك زي ما انتم شايفين كده. هبتدي اخدهم واكورهم واركنهم على جنب شويه كده، يعني اغطيها واركنها كده لمده 10 دقايق العجينه ترتاح معايا قبل ما ابتدي اشكلها علشان ما تمطش مني، لان احنا طبعا هنفردها ولازم تكون سهله واحنا بنفردها مع بعض. زي ما انت شايفه كده هبتدي اكورهم كلهم واركنهم على جنب واغطيهم علشان يرتاحوا معايا شويه، عشان لما اجي اشكلهم يبقوا سهل التشكيل معايا. خلاص كده انا هنا غطيتهم وسبتهم لمدة 10 دقايق شايفين كده، وابتدي افردها كويس قوي. وعايزاها طبعا زي ما انتم شايفين كده السمك بتاعها يكون رفيع. ما تقلقيش، كل ما هتبقى رفيعه تبقى احسن وتديكي طبقات في الشريك. هبتدي كده اجيب الطرف والفه كده لفه صغيره، وابتدي بقى اجيب قطعه العجينه كده اللي انا برمتها ديت، وابتدي اريحها كده وانا بلفها. ما اضغطش قوي عشان لسه هي هتخمر، وكمان من ساعه لما تخش الفرن هتبتدي ترتفع، فاحنا مش عايزينها تبقى مرفوعه لفوق قوي. وانتي بتلفي كده ريحي ايديكي وريحي العجينه، ما تخليهاش فوق بعضها. بس كده، وابتدي ناخد الطرف الاخراني ده نضغط عليه ونبتدي ندخله تحت العجينه ونحطه في الصينيه بتاعتنا او الصاج، يكون مدهون دهنه خفيفه من الزيت عشان ما يلزقش معاكي. زي ما انت شايفه كده اجيب قطعه قطعه والفها كاني بعمل فينو، وابتدي افردها معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. كل ما تبقى رفيعه يكون احسن. زي ما قلت لك هتعمل معاكي طبقات كتير في الشريك. ابتدي بقى اجيب الطرف كده او الفه كده لفه صغيره، وابتدي اجيب العجينه والفها زي ما انت شايفه، وريحي ايديكي خالص وانت بتلفي وهزيها كده معاكي، هتبتدي تنزل لتحت وتبقى خفيفه، تعمل معاكي طبقات كتير. وكمان ساعه لما تخمر ما تلاقيهاش ارتفعت لفوق معاكي وبقى شكلها مش حلو. زي ما انت شايفه كده عامله ازاي. طبعا الحجم معاكي بيطلع زي على حسب قطع العجين اللي انت قطعتيها في الاول. انا هنا زي ما قلت لك قطعه العجينه حوالي 75 جرام او قد البرتقانه زي ما انت شايفه كده. خلصت كل الكميه وحطيتها في الصاج بتاعي المدهون، وغطيتها وسبتها حوالي ساعه الا ربع كده في مكان دافي. يستحسن طبعا ان انت تدفي الفرن بتاعك كده لمده 5 دقايق وتطفيه، وبعد كده تدخلي الصاج بتاعك او الصينيه. هتقعد معاكي حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع، لحد ما تختمر بالشكل اللي انت شايفاه ده.
وبعد كده هنجيب صفار البيضه اللي احنا كنا شايلينه وهنحط عليه معلقتين من اللبن ونبتدي ندهن بيه وش الشريك بتاعنا. وبعد كده نجيب رشه من السكر نرشها عليه من فوق، هتدي لنا لون حلو قوي. ما تخافيش السكر مش هيتحرق ولا هيتكرمل، بالعكس هيدينا لون جميل وطعم جميل جدا. وبعد كده هنكون طبعا احنا مسخنين الفرن بتاعنا على اعلى درجه حراره، هندخلها تقعد معانا بالظبط 10 دقايق وهتخرج معانا بالشكل الجميل اللي احنا شفناه في اول الفيديو، لون تحفه وطعم في منتهى الجمال. وعايزه اقول لك كمان ملحوظه ان احنا كل ما نريح العجين وكل ما نسيبه يختمر كويس، طبعا احنا في الشتاء وبياخد وقت طويل في التخمير، كل ما النتيجه هتطلع معاكي مضمون. الصينيه ديت ودخلته الفرن وخرج معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده.